لو نظرنا للمدرسة، كانت المدرسة أنا هوطي الصوت عشان زميلي بالشغال. المدرسة المثالية، والمدرسة المثالية دي معناها إيه؟ من الأسرة 18 بدأت واستمرت الأسرة 19، تمام؟ ولكن حصلت في النص إن هي وقعت المدرسة دي، اللي هو عصر مين؟ اللي هو عصر أخناتون، اللي هو أمنحتب الرابع، ده أسرة 18، ولكن ساب المدرسة المثالية واتجه للمدرسة الواقعية. وهنقول الفرق بينهم. المثالية إنه كانوا الفنانين يبدأوا ينقشوا الملك أو الإله على الحائط بأبهى وأجمل صورة، وأيضا تمثال الملك، حتى لو في حسنة، لو في ندبة، لو في حاجة، لو في كده ما عاوزهاش الملك، بيكرهها ما تظهرش فين؟ في التمثال. عشان كده قال لك مثالي، لازم يكون في شكل مثالي، شكل جميل يعني. ولكن أخناتون قال لك أنا عاوز الواقعية، فرسموه كرش ومبعجر وعلى حالته الأساسية. وبعدين هو ما كانش حالتهم زي أخناتون. أخناتون ده كان مهرطق، فيلسوف، شاعر، متدين، كل هم الدين، لا يعرف حاجة عن العسكرية ولا يعرف حاجة عن السياسة. كل أموره كانت إن هي إزاي يقضي على اللي هو مين؟ على زعامة الكهنة، على الكهنوت، يقضي عليه. لأن بقى الكهنوت بقيوا، الكهنوت قوة عظمى خالص، وبقوا استولوا على البلد بطريقة بشعة. فهم عشان كده قال لك أقضي عليهم. أعمل إيه؟ أقول ما فيش حاجة اسمها أمون، فيش حاجة اسمها الكلام الفارغ ده كله، في حاجة اسمها أتون. قال لك أخناتون إنه هو لازم يقضي على الكهنوت. فقال بعد كده قال لك في إله واحد اللي هو أتون، وإنه ده بيرسل أشياء على هيئة أيادي تنتهي بأيادي بشرية، يمسك بالعنخ ومفتاح الحياة، وأنا النبي، يعني هو النبي. فما فيش حاجة اسمها كهنة، في نبي وفي رب، ما فيش إيه؟ كهنة. ونلغى حكاية رجال الدين دي. ولكن ما استمرش كثيرا، هي فترة حياته مات أخناتون وماتت معه الفكرة اللي هي بتاعت إيه؟ آتون. وبقت رجعت كان توت عنخ آمون شاب صغير ومش عاوز مشاكل، فرجع آمون، وأيضا نظام الكهنة بدأ يقوى مرة أخرى.